عن أول المنتخبات التي عبرت إلى الدور ربع النهائي من المنتخبات العربية كان المنتخب المغربي الذي حقق 3 انتصارات في مجموعته الأولى، لكنه تعرض لخسارة واحدة كانت أمام منتخب كينيا. كيف تابعت مشوار المنتخب المغربي في هذه البطولة الذي كان البعض يعتبر المغرب أنه من المنتخبات المرشحة للتتويج بهذا اللقب بعد تتويجه من قبل باللقب مرتين؟ صحيح، ولا زال مرشح نعتقد نابغ بحكم انه يمتلك امكانيات على الصعيد الزاد البشري من الافضل في البطوله، لكن ما حدث بالحقيقه كان صعبا انه في اخر لحظه جزء كبير من اللاعبين اللي كان الاعتماد عليهم غادروا الى الاحتراف. التحيف مثلا ذهب الى مصلال هنا في قطر، اكرم نقاش ذهب الى الدور الاماراتي مع كردوفان، حسين رحيمي كذلك اخو رحيمي سفيان ذهب الى العين. فبالتالي المنتخب كانما خسر لاعبين في اللحظه الحاسمه، يعني في اخر ايام قبل بدايه البطوله. بالتالي ربما احدث هذا مشكله في الحقيقه في مساله الانسجام، لانه ما كان يعتمد عليهم لم يعدوا موجودين. بالتالي اضطر المدرب لاستدعاء لاعبين ربما اكثر خبره. تلاحظ انه شكل المنتخب لم يكن مثالي بكل تاكيد. المغاربه كانت لديهم ردة فعل سلبيه خاصه بعد خساره ضد كينيا، مشاكل دفاعيه، شاهدنا مشكله العمق. والمشكله الاساسيه انه في المباراه القادمه ليست لديهم مدافعين بحكم لديهم غيابات عديده بحكم تراكم البطاقات على الصعيد العمق الدفاعي. لكن عموما انا اعتقد انه عطفا على الظروف الصعبه اللي عاشها طارق سكيتيوي اللي قادم بتجربه ناجحه مع المنتخب في الاولمبياد الاخير، انه بحكم خسارته للاعبين حاسمين جدا في اخر لحظه، انا اعتقد ان الوصول لهذا المستوى لحد الان، لان المنتخب تحسن في الحقيقه، يلعب كره قدم في استحواذ عالي، خلق العديد من الفرص، لديهم هداف البطوله لا ننسى ذلك. في اخر مباراه قدموا اعتقد افضل نسخه قدموها في البطوله، بالتالي ثمه هامش تطور من الواضح تدريجي في المنتخب. لكن تحدي الان ستكون رحله تنزانيا، لانه مناخ مغاير، ستلعب امام 70-80 الف متفرج، لديه تقاليد كبيره جدا في هذه البطوله. في الحقيقه كما قال عمرو فاز مرتين متتاليتين بالبطوله عندما نظمهما او نظم احدى نسخهما. النسخه الثانيه كانت في الكاميرون مع حسين عمود، فاز بسهوله بالحقيقه بدون اي مشاكل. وكان بفضل هذه البطوله كذلك انتجت المغرب لاعبين وصلوا لاعلى مستويات. الكعبي مثلا مهاجم اولمبياكوس خرج هذه البطوله فعليا، كان هداف البطوله عندما نظمها المغرب وفاز بها بدون مشاكل كذلك. فبالتالي المغرب يعتبر احدى الدول تقليديا لديه، لا اريد ان اقول اهتمام لهذه البطوله، لكن على الاقل احترام لهذه البطوله. بالتالي يشارك بمنتخب على الاقل محليا. ان كان مقترح البطوله الماضيه في الجزائر انه يشارك بمنتخب اقل من 23 سنه، لم يشارك لاسباب لا داعي للمرور عليها. فبالتالي اعتقد هناك تحسن، هناك مؤشرات ايجابيه خاصه في اخر مباراه. فبالتالي اعتقد انه يجب دائما وضع المغرب نابغ كاحد المرشحين لهذه البطوله. اتحول اليك عمرو الحديث عن المنتخب المغربي مع مدرب لديه خبره كبيره، طارق سكيتيوي، هذا الرجل الذي قاد منتخب المغرب في اولمبياد باريس 2024. لكن اريد ان اتحدث عن مواجهه ربع النهائي التي ستكون قويه وسيكون اختبار صعب للمغرب امام منتخب كبير بقيمه منتخب تنزانيا الذي لديه انديه كبيره كعزام، اضافه الى سيمبا وايضا يانغ افريكانز، هذه الانديه التي تطورت بصوره كبيره مؤخرا في القاره السمراء. صحيح، المنتخب المغربي منتخب له باع، يعني وكما أكد محمد قبل قليل، ولكن هو ربما اختبر فكرة اللعب أمام صاحب الأرض بمباراة كينيا في ثانية مبارياته في هذه البطولة، والتي خسرها بشكل غريب بهدف دون رد. يعني ربما هذه المباراة أعطته فكرة نوعا ما ينتظره أمام تنزانيا، وإن كان المنتخب التنزاني أقوى من الكيني بكثير، لأن كما قلت نابغ المنتخب التنزاني الأول حتى يعتمد بالدرجة الأولى على اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي، سيمبا، يانغ افريكانز، عزام. هذا الثلاثي من الأندية يمتلك من الموارد المالية ما يؤهله ويمكنه من الحفاظ على أفضل اللاعبين دون أن تغريهم عروض الاحتراف الخارجية، بل حتى هذه الأندية تستقطب لاعبين من مناطق مختلفة في إفريقيا، من الكونغو الديمقراطية، من غانا، من بوركينا فاسو، يعني شاهدنا الكثير من اللاعبين يحترفون في هذه الأندية. وبالتالي المنتخب التنزاني سيكون أصعب بكثير على المنتخب المغربي من نظيره الكيني. كينيا حينما أعلنت صاحبة القرعة في نيروبي واحدة مع المغرب وزامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية، كان يعني الجو في الصالة أو القاعة التي سمعت فيها القرعة جو يعني تشاؤم كبير جدا بأن المنتخب الكيني سيتذيل هذه المجموعة. صحيح كينيا تصدرت في النهاية، لكن هذا يعطي مؤشرا على القوة النظرية حتى لهذا الفريق. الوضع سيختلف أمام تنزانيا، حتى ملعب بنجامين مكابا في دار السلام ربما يعني يتسع إلى 60,000 متفرج وربما أكثر من ذلك. نعرف في أفريقيا
لا يوجد دائما الالتزام بالساعة القصوى للملاعب. أيضا المنتخب التنزاني حتى على مستوى الرصيد البشري لديه هداف أكثر من ممتاز، وكليمنت مزيزي الذي يلعب في فريق يانج أفريكانز ومرشح بقوة، أو صارت أنباء يعني كبيرة عن انتقاله لنادي صلال القطري بعد نهاية البطولة مباشرة، لا نعرف، ولكن ربما سيتأكد هذا بعد انتهاء البطولة. وكان حتى قبل البطولة صارت شائعات حول اقترابه من الزمالك هنا في مصر، وبالتالي هو لاعب هداف، صحيح سجل هدفين فقط وليس ثلاثة كمتصدري ترتيب الهدافين في البطولة، ولكنه لاعب قناص بإمكانه إرباك الدفاع المغربي واستغلال حتى بعض المشكلات الدفاعية التي ظهرت على أسود الأطلس في الدولة. ولذا ستكون مواجهة صعبة للغاية حتى على مستوى الطقس. يعني دار السلام على البحر مباشرة، نسبة الرطوبة أعلى بكثير من نيروبي التي هي ليست على الساحل الشرقي لإفريقيا من الناحية الجغرافية، وكذلك من الناحية الفنية كما أوضحنا. يعني ستكون مباراة صعبة، ولكن تقاليد المنتخب المغربي، خبرة طارق السكتيوي كمدير فني وحتى كلاعب. يعني طارق السكتيوي كان بطلا لإفريقيا مع منتخب شباب المغرب أظن عام 97 إن لم تخني الذاكرة. يعني هذا الرجل بخبرته كلاعب وكمدرب وما حققه من ميدالية أولمبية تاريخية في باريس العام الماضي، أعتقد أن المغرب قادر على تجاوز هذه العقبة، حتى وإن كان سينتقل إلى مناخ مختلف نسبيا عما ألفه طيلة الدور الأول في نيروبي. أتحول إخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إخوان ديالي، جيناكم من مور المباراة اللي جمعت ما بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، وفوز المنتخب المغربي والتأهل إلى ربع النهائي. إخوان ديالي، ربع النهائي اللي ما غاديش يكون سهل على المنتخب المغربي. قبل ما نتعرفوا على المشاكل اللي غادي تلقى المنتخب المغربي في المباراه او قبل المباراه ديال منتخب تنزانيا، ما فيها باس الى رجعنا وذكرنا بنتائج المنتخب المغربي ومنتخب تنزانيا في دور المجموعات كيفاش كان المسار ديالهم. بالنسبه للمنتخب المغربي هو الاول نبداو به في المقابله الاولى الافتتاحيه ديال دور المجموعات، ربح المنتخب أنغولا ب2-0. في الجوله الثانيه كان في راحه. الجوله الثالثه اللي كانت مفاجاه الدوره وهي خساره المنتخب المغربي امام منتخب كينيا ب1-0، مع العلم ان منتخب كينيا في اخر دقائق الجوله الاولى تطرد لهم لاعب وقدروا يكملوا المقابله كامله بناقص عددي، ومع ذلك قدروا يوصلوا المقابله لبر الامان وفازوا على المنتخب المغربي. في المقابلة الرابعة في الجولة الرابعة والمقابلة الثالثة للمنتخب المغربي، قدر المنتخب المغربي يرجع لسكة الانتصارات وقدر يفوز على منتخب زامبيا ب3-1. وفي المقابلة اللي جمعت بالأمس أمام منتخب كونغو الديمقراطية اللي كانت بمثابة مباراة دور الثمن أو مباراة إقصائية، بحكم أن المنتخب المغربي كان ب6 نقاط ومنتخب الكونغو الديمقراطية تاهو ب6 نقاط، لكن الأفضلية كانت على المنتخب المغربي بعدد الأهداف اللي كان مسجل. وكان كما تنعرفوا أن المنتخب المغربي كان خاصو ربح أو لا تعادل، لكن كون كان ربح لعب على التعادل كان غادي يكون بحال تيغامر بالمقابلة، وهكذا لعب المنتخب المغربي الكل في الكل على أساس أنه يربح في المقابلة، وهذا ما تأتى وخرجت المقابلة بالفوز ديال المنتخب المغربي ب3-1. هكذا كمل المنتخب المغربي دور المجموعات ب9 ديال النقاط، ب3 ديال الفوز وخساره واحده، وبعدد ديال الاهداف اللي وصل ل8 ديال الاهداف. وتنظن بان المنتخب الوطني اكثر فريق في دور المجموعات اللي سجل اهداف. بالنسبه لمنتخب تنزانيا، في المقابله الافتتاحيه ديالو فاز على المنتخب مدغشقر ب2-1. في المقابله الثانيه قدر يتعادل مع افريقيا الوسطى ب0-0 بدون اهداف. في المقابله الثالثه امام موريتانيا قدر يتفوق عليه ب1-0. وفي المقابله الرابعه قدر يفوز على بوركينا فاسو ب2-1. وهكذا منتخب تنزانيا ما خسر ولا مقابله ب3 ديال المباريات اللي فاز فيهم وتعادل واحد، وهكذا قدر يحصل على 10 ديال النقاط وقدر يحرز على الصداره ديال المجموعه. كنا تنتمنوا الاخوان ديالي ان المنتخب المغربي يلاقي المنتخب ديال مدغشقر، لكن لسوء الحظ ان المنتخب المغربي غيصطدم بالمنظمين ديال الدوره ولا هو تنزانيا صاحب الارض والجمهور. تنعرفوا الاخوان ديالي اول تحدي عند المنتخب المغربي، اول صعوبه اللي غادي يلقى المنتخب المغربي هو في المناخ والطقس. تنعرفوا ان دار السلام في تنزانيا الرطوبه العاليه ودرجه الحراره اللي تتختلف كليا على
ملاعب في كينيا. تنعرفوا ان المنتخب المغربي تأقلم مع اللعب في الملاعب الكينيه، لكن دابا ملي غيمشي لدار السلام غادي يلقى صعوبات في الاجواء. وتنعرفوا التحدي الثاني هو الارض والجمهور. شفنا المباريات ديال تنزانيا كيفاش تلعبت، كيفاش كانوا 60,000 متفرج وما اكثر تيدخلوا الملعب كل مقابله. وفي المقابله ديال المغرب تنظن انه يكون العدد اكثر وغادي تكون الملعب مملوء عن اخره، خصوصا ان تنعرفوا الشعبيه اللي ولات عند المنتخب المغربي في افريقيا، وتنعرفوا ان مقابله مصيريه دابا دور الاقصائي، ومنتخب كينيا غادي يبغي يتغلب على المنتخب المغربي باش يدوز النصف النهائي، وحنا تنتمنوا ان الفوز يكون حليف المنتخب المغربي. اخوان ديالي، اصعب شيء اللي غادي يلقاه المنتخب المغربي امام منتخب تنزانيا هو كما تنعرفوا اصابات ديال جوج اللاعبين، ايوب مولوعه اللي تصاب قبل من المقابله ديال الختام ديال المجموعه، وعبد الحق عسال، هادو اللي قدروا يرجعوا للمغرب وما بقاوش مكملين مع المنتخب الوطني وجاو باش يكملوا اسعافات ديالهم. اخوان ديالي، وكما تنعرفوا ان بالنسبه لمروان الوادني وبوشعيب العراصي خداو اكثر من بطاقه صفراء في دور المجموعات، وهكذا ما يتحرموا من لعب المقابله ديال ربع النهائي. وهكذا غادي خاصنا نعرفوا نشوفوا كيفاش غادي يدبر طريق سكيتيوي الاوراق ديالو، شكون اللي غيقدر يدخل في بلاصتهم وشكون اللي غادي يلعبوا، شنو الاوراق اللي يقدر يلعب بها. كاين محمد مفيد، كاين عاود مهدي مشخشخ ممكن يلعب بهم، ممكن يرجع احد الاظهره من الدفاع مع سيناريوهات بزاف يقدر يلعب بها طارق سكيتيوي، لكن صراحه الامور ماشي سهله امام تنزانيا. اخوان ديالي، نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني، ونتمنوا ان الفوز يكون حليف المنتخب الوطني، ونتمنوا ان الدفاع اللي شفناه في المباريات اللي لعب في دور المجموعات اللي كان تيديروا اخطاء وتسجلوا عليهم بزاف. توقيت المباراة يوم الجمعة القادم إن شاء الله. المباراة الأولى اللي غادي تجمع ما بين كينيا ومدغشقر على الساعة 3 بتوقيت المغرب، الساعة 5 بتوقيت مصر والسعودية. المباراة الثانية اللي غادي تجمع ما بين المنتخب المغربي ومنتخب تنزانيا اللي غادي تكون على الساعة 6 بتوقيت المغرب، الساعة 8 بتوقيت مصر والسعودية. وهكذا نتمنى ان الفيديو كان نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، الى الملتقى باذن الله.